حضرتك سالتيني الفيديو اللي فات كنت بتقولي لي انت حضرتك بتحط في السمك في الخياشيم ملح. ايوه فعلا سالتك السؤال ده. بص حضرتك بقى تعالى اهو بص كده، البرميل لسه مفتوح قدامنا اهو. بص شوف السمونيه، السمك ادي السمك اهو، السمك اهو. بسم طب الله ايه ما شاء الله. الفكره؟ يعني انا دايما عارفه ان لازم يتحط في الخياشيم ملح، ايه الفكره ان ما يتحطش مثلا او يتحط؟ لا صلى على النبي. اللي بيحط في الخياشيم ملح ابسط الامور خالص، بيبقى مثلا مفسخ قبلها باربع خمس ايام، حطيت في الخياشيم ملح، السمك على طول تلون حتى لو السمكه نيه. فعلا؟ اول حاجه يكسب وقت، يعني اللي عايز يعمله بسرعه لسبب واحد. اول حاجه هيكسب وقت، تاني حاجه معلش في الكلمه، السمك ما ينقص معاه في الوزن غير ما بيكون متفسخ على ابوه. ممكن يجيب لو السمك سمين جدا ممكن لو هو مفسخ 100 كيلو يعمل معاه 60. اما لو انت حضرتك مثلا قبلها بخمس ست ايام لو هو مفسخ 100 كيلو يا دوب يصفوا معاه ايه، هو مش عاوز يكسر حاجه، 85 90. فعلا ده مش بينزل خالص. لا يعني حاجه بسيطه. حتى اقول لحضرتك حاجه، يعني معلش في الكلمه، اي حد بيفسخ سمك، وممكن يقول لك انا اكله لك بعد 6 ايام او 5 ايام، خليه يفسخ السمك بعد 6 ايام بس ما احطش في الخياشيم ملح. هتيجي تبص تلاقي السمكه بيضه ما استوتش. هتستوي ازاي؟ يعني الخياشيم دي هي اللي بتخلي السمكه من جوه بسرعه تلون طبعا وتستوي بسرعه. طبعا دي برضو معلومه جديده. ايوه اقول لحضرتك حاجه، صلى على النبي. ما احنا بصي احنا بنفسخ طول عمرنا، معلش في الكلمه، ابسط الامور خالص. السمك ما بيتحطش عليه ملح في الخياشيم، اللي بيحط في الخياشيم ملح اللي هو عاوز السمك ياكلها. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ايه؟ طبعا كل بسم الله ما شاء الله الفسخانيه كلهم ناس محترمه وكلهم جدا صراحه يعني. بس احنا بنتكلم على حاجه، انا بقول لك معلومه دي على مسؤوليتي 300%. طيب في البيت بقى لو واحده عايزه تفسخ في البيت قبل اي مناسبه او اي موسم، تحط في الخياشيم ملح ولا لا من غير ملح؟ لا صلى على النبي. بقول لحضرتك حاجه، بص لو صغيره يعني. لا اقول لحضرتك حاجه، هي مثلا عاوزه اهم حاجه مثلا هي جايبه مثلا 4 سمكات تقريبا مثلا باذن الله. لو هي عاوزه السمك باذن الله مثلا يقعد لطبيعته. احنا دلوقتي الجو حر جدا، هيقعد معاها 12 يوم سواء جايه مفسخه بوري او دباره. بسم الله ما شاء الله. الافضل اللي هي بتحط فرشه ملح، بس يكون الملح اللي هو ايه بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك، ملح وكمون وكركم. اللهم صل على سيدنا محمد. هتيجي تبصي حتى لو تفتكري حضرتك انت اول ما صورت معايا من حوالي 7 سنين او 6 سنين صح كده؟ كان كان اغلبيه الفيديوهات كلها مفيش حد بيحط كركم خالص ولا أيوة. كله كان السمك بيطلع ابيض. ايوه اما جينا حضرتك تتكلم الله يفتح عليك. أيوة. ما انا قلت لك ايه اللي هي بنحط فيه ايه؟ كركم، لان بسم الله ما شاء الله بيطلع السمكه زي العروسه اللي طالعه من الكوافير. ما شاء الله صح كده ولا؟ ذهبي وجميل. السمك ده هي مثلا ان شاء الله 12 يوم سواء بوري دباره سهليه. بسم الله ما شاء الله هتحط ملح في الفرشه باذن الله، وهترص السمك زي ما احنا رصينه كده باذن الله تعالى، وهتروح مديه باذن الله رق ملح، بس الرق اللي فوق هيبقى زياده شويه. اهم حاجه اللي هي ما يبقاش ايه واصل له الهواء. تمام باذن الله. وهقول لك اديك معلومه بقى للساده المشاهدين بقى بمناسبه كل سنه وهم طيبين. بعد ما تحط باذن الله ال 2 كيلو او ال 6 كيلو او ال 4 كيلو تحط نص كوبايه زيت، لان الزيت بيفصل اللحمه عن العظم. والله ده معلومه حلوه جدا دي برضو من الحاج سيد، الاسرار كلها يعني قالها للمتابعين اهو. لا طبعا وبعدين ربنا يبارك لك. والله انا اللهم صل على سيدنا محمد، انا سعيد بوجودكم والساده المشاهدين، وربنا يديم علينا كده مصرنا باذن الله. امين يا رب. واحنا بنبقى سعداء برضو لما بنصور معاك، وخاصه الحاجه نظيفه. بصوا شكلها، شكل الهدايا يعني حلوه قوي، حد ياخدها هديه اصلا يهادي بيها حد طبعا. الله يحفظك يا رب. ولا في ريحه ولا في اي حاجه خالص خالص خالص. بصي يعني حضرتك انا فتحت اللي هي العجمه، هفتح لحضرتك اللي هي بقى ايه المظبوط. تمام. على فكره حضرتك خلي بالك مش دي الاحجام الكبيره، انا عندي احجام قد دي كده مرتين. احنا شفنا ما شاء الله الاحجام بس ما لحقناش نصورها بتاعه العيد، كانت بسم الله ما شاء الله احجام كبيره جدا ما شاء الله. تمام. بس انا بقول للساده المشاهدين معلومه صغيره باذن الله، لما يجي وهو بياكل الفسيخ قبل ما يفتح الفسيخه الافضل ليه يبقى يمسحها بالمناديل دي. اللهم صل على سيدنا محمد، عشان لما يجي يفتح السمكه ما يبقاش القشر بتاعها يخش جوه اللحم. وفي نفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد وهو بياكل يبقى المناديل جنبه. ليه؟ انت عارفه بقى الشعب بتاعنا بيحب بصراحه يعني ياكل. ايوه. تيجي تبص تلاقي ايه كل واحد عاوز له سمكه قدامه بيسرح وهو بياكل. ايوه صح. نشفوها كده بالمنديل قبل ما تفتحها. قول بسم الله كده. بسم الله ما شاء الله. عم سيد بيفتحها من الظهر مش من البطن.
نقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى حضرتك لونها جميل. بصي زي اللحم الضاني. بسم الله ما شاء الله. جوعتنا من الريحه الحلوه يا عم سيد والله، ومن شكل السمكه يعني. بسم الله ما شاء الله. بصي نقول بسم الله كده. بسم الله ما شاء الله. عم سيد بيفتحها من الظهر مش من البطن. نقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى حضرتك لونها جميل. بصي زي اللحم الضاني. بسم الله ما شاء الله. جوعتنا من الريحه الحلوه يا عم سيد والله، ومن شكل السمكه يعني. بسم الله ما شاء الله. بصي بطن السمكه فين بقى؟ ده اللي هي مظبوطه دي، ان شاء الله ده المظبوط، وده العدمه اللي احنا فتحناها، والاثنين نفس اللون ونفس كل حاجه. نقول بسم الله برضو. بسم الله ما شاء الله. بص حضرتك بقى خلي بالك، انا ما بشدش ولا بكلي ولا حاجه، صح كده؟ بص انا بعمل ايه بصبعي اهو، والسمكه بص اهي. لا بصي عشان اللي عاوز بقى ايه يخلي بقى. الافضل اللي هو يخلي في البيت، لان سبحان الله السمكه لو اتخلت بتغير لونها. فعلا. لا سبحان الله، يعني مثلا انت خدت لفه كيلو ونص او 2، جيت مثلا كلت واحده وفاضل عندك 2، الافضل مثلا تسيبيهم لشم النسيم يوم الاثنين، هتيجي تفتحيها السمكه بسم الله ما شاء الله اللون الوردي هو زي الطفل اللي لسه مولود ما شاء الله. بص بقى حضرتك مش محتاجه حد يخلقها لها. بصي عشان السمكه سهله جدا. بص حضرتك مش محتاج حد ايه يخليها. بصي صعبه كده. بص بقى اوريك حاجه بقى. بص سمونيه السمكه، الله اكبر. ده فن اختيار السمكه بقى اللي هي قبل ما تتفسد. ما اقول لحضرتك حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. والله انا يوم ما جيت اجيب السمك ده سبحان الله اتصلت بحوالي تجار من اللي هم بيجيبوا لي، والله العظيم رحت القاهره سبحان الله ما عجبنيش السمك هناك، كله 400 500. انا متعود على السمكه بالزبونه عندي كيلو ونص كيلو وربع. اوزان كبيره. رحت سايبهم ورحت رايح بورسعيد سبحان الله. والله شوفي حضرتك من الساعه 8 انا ماشي بالليل، والله ربنا ما وفقناش اللي هو كان قبل العيد ده والله، والدنيا بتمطر سبحان الله. عشان ايه؟ سبحان الله عشان انا عاوز الاحجام الكبيره اللي هي الواحده ايه كيلو وربع كيلو، لان الكيلو وربع بعد ما بتفسخ يا دوب 600 جرام 700 جرام، بالذات بالطريقه اللي حضرتك قلت عليها. ايوه عشان دي بطبيعتها. نقول بقى حضرتك نقول بسم الله كده. ما شاء الله. شايفين حاجه تجوع، وبصوا طالعه بحالها اهي. بصوا دي عايزه رغيف وبصل اخضر وطحينه بقى وايه حاجه جميله يعني. دوقي بقى حضرتك دي بقى، شوف بقى مش محتاجه بقى حضرتك، بصي مش محتاجه بقى طحينه ولا اي حاجه. ده انا حاسه ان دي اللي عدمه دي بجد. لا حلوه مش مالحه خالص. هو بصي لا دوق يا عم سيد كده، لا لازم تدوق. نقول بسم الله. جميله ما شاء الله. بقول لحضرتك حاجه، في حاجه انت مش واخده بالك منها من الفسيخ لما بتكون السمكه بسم الله ما شاء الله مرعى طيب وجوده عاليه، بتاكلي شم ايديكي كده مفيش زفاره. ايوه مفيش ريحه اللي هي الجامده. لا بصي حضرتك حتى لو انت معلش في الكلمه، لو انت اخده الاولاد وطالعين الشاليه قاعدين في بورتوفيق بسم الله ما شاء الله يكفيكي بس لا يكفيكي بس المناديل الورقيه بس مش اكتر من كده. ايوه والله. هو بصوا مسحنا ايدينا بالمنديل ولا اي حاجه يعني. طيب لو السمكه طلعت حادقه نعمل ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو السمكه طلعت اللي هي ملحها زياده سهل قوي ان انت تعالجيها بسهوله جدا. بالزيت ولا بايه بقى؟ لا بص حضرتك انت خليتي السمكه والافضل ما تقطعهاش بالسكينه، بالمقص قطع صغيره. تمام. وتروحي جايبه الطحينه الخام دي سواء الرشيدي او البوادي، وتروحي العلبه وهي خام، انت قطعت السمكه دي قطعه، تروحي جايبه علبه الطحينه مفضياها عليها، وتروحي حضرتك عصره ليمونه او 2 حسب تذوقك، وتروحي حاطه اللهم صل على سيدنا محمد شويه خل صغيرين زي معلقه خل كده فوق الطحينه. شويه خل بس الطحينه ما تحطش فيها ملح نهائي لان كده الفسيخ حادق. ايوه تمام باذن الله تعالى. وتروح حضرتك علبه الطحينه بيفضل فيها بواقي بسيطه، تروحي يا دوب تلتها كده ميه سخنه، وتروحي راجل العلبه كده تروحي مفضيها على الوش بقى، وتقلبي حضرتك بشوكه بسكينه. تعالي بقى انت دوقي كده القطعه اللي انت عملتيها وحطيت عليها الطحينه بسم الله ما شاء الله هتلاقيها بقى عامله زي المايونيز، ما عادش فيها حدوقيه خالص. يعني الطحينه سحبت اي حدوقيه. طبعا دي برضه معلومه جميله. في بقى سبحان الله في ناس اللي هي مثلا بتشتكي مثلا تقول لك ايه السمكه طلعت ناشفه شويه او السمكه طلعت حادقه شويه. ابسط الامور خالص حسب انت تذوقك ايه. في اللي بيروح مقطعها قطع صغيره ويحطها في الثلاجه على الرف، يروح حاطط عليها لا اما زيت زيتون لا اما زيت عباد الشمس
ويسيبها مثلا 5 ايام، اما يجي ياكل منها هتلاقي الحدقيه بتاعتها نزلت في نزلت الزيت في الزيت، باذن الله تعالى. هتبقى جميله جدا برضه. واسرع حاجه لو انت عاوزه تاكلي دلوقتي وعندك مثلا والسمك حادي، وعندك مثلا ضيوف، اعملي الطحينه بسم الله ما شاء الله، الخام دي معاها بسم الله ما شاء الله، بتاكلي بسم الله ما شاء الله، مش هتلاقي حدقيه. ايه والله مش محتاجه اي حاجه يا عم سيد، والله لا، تسلم الله ايدك يحفظك يا رب، الله والله، حاجه يحفظك يا نظيفه رب. جدا جدا يعني. وفتحناها قدامكم ودخلناكم جوه البرميل نفسه علشان تشوفوا يعني شكل الفسيخ عامل ازاي. تسلم ايدك يا عم سيد. الله يحفظك يا يا رب. ريت المكان ورقم التليفون، وهل في خدمه دليفري ولا لا؟ ان شاء الله. بص الخدمه الحمد لله احنا شغالين لحد الفجر باذن الله تعالى ان شاء الله. إن شاء الله. مساكن الغريب، محافظه السويس طبعا. محافظه السويس ان شاء الله، مساكن الغريب بجوار صلاح الدين. التليفون 0122 14 7 14 35 باذن الله. ده رقم الدليفري، وموجود الاحجام اللي احنا وريناها لكم، وكمان 3 انواع من انواع الفسيخ، العادم والملح حبيبي المظبوط نصر. وفوق المظبوط بشويه صغيرين، وكله ما فيش حاجه حادقه خالص يعني. وبصي حضرتك برضو شفت الفسيخه، عشان اللي بيحب يخلي مش محتاج حد يخلي له خالص، شفت سهله جدا. بسيطه جدا، يا زي دوب ما هو. هتفتحوها من الظهر وتعملوها زي عم وفي سيد. نفس الوقت مش محتاج حتى معلقه، هي بصباعها كده فعلا. تلاقيها بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا عم سيد، وحاجه نظيفه جدا. تعالوا جربوا الفسيخ وعلى ضمانتي، وان شاء الله يعجبكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله كل سنه وبركاته. وحضرتك طيبه والساده المشاهدين طيبين، والامه الاسلاميه بخير وسلام باذن الله، اللهم آمين وبنهني يا رب اخواتنا العالمين. الاخطاء مره ثانيه باذن الله. كل سنه وهم طيبين. وانتم شكرا، بالصحة والسلامة. متشكرين جدا. كل سنه وحضرتك طيب. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.